اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يا صباح الفل، يا صباح الجمال، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. دلوقتي بقى هوريكم اليوم هيكون عامل ازاي. بيومنا النهارده هيكون مختلف تماما عن اي يوم. هوريكم بقى هنعمل الفطار والغدا. عندنا بقى ناس شغالين في شقة سيلفي. سيلفي الصغير جه يقضي معانا يومين وقعد يعمل تشطيبات خفيفة كده في شقته. هوريكم بقى هنعمل ايه للناس اللي هي الشغالة دي، وهوريكم بقى هنخلص مطبخنا الاول نروقه وننضف كل المواعين اللي فيه ونغسل بقى الحوض والحاجات دي علشان نشتغل على نظافة كده. طبعا هنا بقى غسلت كل المواعين وبشطفها وارجع كل حاجة مكانها. قبل ما نبدأ في اي حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت حلو كده، واللي ما اشتركش معايا في القناة ينزل يشترك معايا عشان ينورني باشتراكه. وطبعا كنت عايزة اقول لكم حاجة كمان، ان النهاردة هنعمل بقى افطار خفيف كده للناس اللي هي شغالة، ما فيهوش زيوت خالص، ما فيهوش حاجات من اللي انتوا عارفينها دي. لحظة هقفل الباب وانا معاكم لان التلاجة اشتغلت بره وصوتها جايب عندي. هنا طبعا كنت بنزل لو في بواقي اكل وكده بحطها في الجردل وكده، واغسل بقى كل المواعين معاكم والحاجات دي. الفطار بقى هيكون عبارة عن ايه هوريهولكم دلوقتي. مش هنعمل بقى، مش هنقلي بطاطس ومش بتنجان وحاجات من اللي بنعملها دي، لا هيبقى خفيف خالص. هنا خلصنا كل المواعين. طبعا انا قلت اخلصها الاول قبل ما اعمل كل اي حاجة علشان مطبخي يكون نظيف والدنيا تكون رايقة كده، ولما اشتغل او اعمل حاجة ما تكونش على يعني ما كنش بكون مش مستريحة كده. لكن كده هرص الحاجة وانا مستريحة نفسيا، واي طبق او اي حاجة هتيجي في الحوض هغسلها على طول، مش زي كل مرة مش هكون مواعين ولا حاجة. خلصنا بقى الحوض هنشطفه بقى شطفة سريعة كده وننشفه، ونبدأ بقى اوريكم هنعمل فطار ايه. سجلت لكم على الفيديو اهو علشان الناس اللي بتحب الفيديوهات الطويلة. والله بجد انا ببقى نفسي اعمل لكم فيديوهات طويلة خالص وممكن اقضي يومي كله معاكم، لكن في ناس بتكون ما عندهاش طولة بال. دلوقتي بقى شلت المخلل ده، انا عاملاه جديد كده بس مش عارفة بقى هيبقى حلو ولا ايه. والفول بقى بقوم جاية دعكاه بايديا كده، بخليه ناعم خالص. ودي كنت عاملة كاستر وكريم كراميل وشلت بقى الاطباق بتاعته ركنتها على جنب ومسحت مكانها. ده بقى الفول والطعمية. هوريكم بقى هنعمل ايه تاني. هنجيب بقى الجبنة بتاعتنا والطماطم والحاجات دي، نخرج كل حاجة من التلاجة. الطماطم دي هنحتاجها وجبنة ولانشون وحلاوة حنية. وهنجيب غسلت الطماطم كويس وجبت طبق كده وفضيت في كل طبق طعمية. في طعمية محشية وطعمية سادة مفيهاش مش محشية ولا حاجة. جبنا الجبنة بقى هنقسمها على طبقين، لان هعمل جزء بالطماطم وجزء من غير طماطم يعني. عارفين بقى الجزء اللي بيبقى بالطماطم ده وبقرن الفلفل لو هي جبنة حادقة بجد بيبقى خطير. وبحط عليهم معلقتين زيت كده يكونوا بقى سخنين خالص، تبقى جميلة قوي. قطعي بقى الطماطم صغير خالص كده، وهنقطع قرن الفلفل كمان عشان اللي بيحبها سادة يكون فيه سادة، واللي بيحبها بطماطم وحاجات من دي جوزي اللي بيحبها كده قوي، فعشان كده بعملها كده. وهنا غسلت بقى طبق عنب علشان يكون فيه حاجة بقى حلوة على الصينية وكده. تمام. فغسلت بقى اي فاكهة موجودة عندك اغسلي طبق تمام وحطيه معاكي. شايفين بقى كله حاجات بسيطة ازاي. الجبنة دي هاخد منها جزء لانهم هم اصلا نفرين اللي شغالين مش اكتر من كده، يعني مش ناس كتير ولا حاجة، فبحط الحاجة على القد علشان ما تبص. هنا بقى خلصت كده بوريكم من قريب اهو. هنا هقطع طماطمية وقرن فلفل علشان انا هعمل فول، هعمله بطماطم وفلفل بس مش هعمله ببصل ولا اي حاجة من دي، هعمله بقوطة بس. تقطعي بقى الطماطم ناعم خالص كده، وبتكوني حاطة طاسة على النار فيها زيت بيتقدح سخن يعني، وبعد كده تنزلي اول ما الزيت يسخن تنزلي بالطماطم دي والقرن الفلفل.
في الوقت ده كنت بكلم ماما وانا شغالة كده، قاعدة اشتغل يعني وبتكلم مع ماما. إيه زي ما انا متعودة يعني كده. حطيت الطماطم بقى على النار، اول ما خدت بقى اللي دبلت مع بعضها خالص كده، نزلت بقى بالفول بتاعي. وطبعا الطماطم والفلفل والحاجات دي دعكتها في الجبنة وخلاص، واللانشون زي ما هو كده. وهجيب بقى طبقين شيبسي كده افضيهم كمان معايا بالمرة. شايفين فطار خفيف خالص ولا ابسط من كده، وبتخلصي بسرعة خالص. هتاخدي بقى طماطم، تقطعي برضو طماطمية ولا حاجة، طماطميتين على حسب الناس اللي عندك الموجودة معاكي يعني. لكن انا هنا قطعت طماطمية واحدة بس كفاية، واصلا ما اتاكلتش يعني، هي كانت جنب الفطار ومحدش كلها ولا حاجة. وبكده نكون خلصنا، فاضل بس الفول نجيبه في طبق وبس كده. ولا ابسط من كده، فطار سهل وسريع ومفيش زيوت ومفيش اي حاجة على المعدة وخفيف خالص. الصبح طبعا بيكون الحاجة دي تقيلة خالص. طبعا هنعمل الشاي سوا. طبعا الناس اللي هم بيبقوا شغالين دول بيحتاجوا الشاي ورا الاكل على طول يعني. انت يا دوبك تنزلي الفطار وتلاقيهم بيقولولك عايزين الشاي، لان هم بيكونش عندهم طولة بال يقعدوا على الاكل وكده ويقعدوا يفطروا لا، ما بيقعدوش كده، بيطلبوا بقى على طول الشاي والحاجات دي. فبنعمله بقى سريح كده، لا هما بيقوموا جايين ناتين عليه على طول. طبعا سيلفي تحت معاهم، انا بنده عليه بيجي ياخد الحاجة من فوق. انا بخلص وبديله رنة او بنادي وهو بيجي ياخد الحاجة. وربنا يسعدهم يا رب ويفرح قلوبهم ويفرحنا بيهم ان شاء الله، اللهم امين. كده بقى خلصنا الشاي. حطيت شوية سكر بقى انا قلت ازود شوية، كنت حاطة معلقتين، حطيت معلقتين ونص وبس كده. هنبدأ بقى في الغدا بتاعنا، ويلا نشوف هنعمل غدا ايه. باذن الله الغدا اللي انا عملته ده هيعجبكم قوي، وبجربوه برضو في بيوتكم، والله بجد كان جميل قوي. طولت قوي وانا بقلب الشاي يا جماعه، وكنتش اعرف ان انا بالي طويل كده. بس انا مطوله لكم الفيديوهات اهو عشان تبقوا عارفين، علشان في ناس بتزعل شايفين الفيديو طويل اهو. استحملوا بقى، انتوا اللي طالبين. هنا غسلت الفراخ طبعا زي ما انتوا عارفين، بتغسليها بملح وليمون ودقيق. وبعد كده بتنقعيها فيها شويه، وبعد كده بتقومي شطفاها شطفه سريعه. وجبت البصله وقطعتها بقى طرنشات كده، شرايح طرنشات تقطعيها زي ما بتقطعوا عندكم. وقطعت بقى الفلفل كمان. انا جايبه بصله واحده، لو انتوا عايزينها بالبصل كتير زي ما في ناس بتحبها بالبصل تعمل بصل كتير، لكن انا كنت عامله بصله واحده بس، بصله كبيره يعني. نزلتهم بقى في الصينيه دي، ونزلت عليهم بالبهارات. حطيت بقى معلقه بهارات، معلقه مليانه يعني، عشان كده حطيت 2 من الصغيره دي. وحطيت بقى فلفل اسود معلقه برضو، ده فلفل اسود معلقه. ونزلت بقى بالكمون، حطيت بقى شويه مش كتير، نص معلقه كده. وبهارات من اللي هي مشكله، الملح وفلفل وكمون وحاجات وكزبره وحاجات من دي، حطيت معلقه. وحطيت بقى بشويه زيت، وهنزل بالملح. نزلت قولي بربع كوبايه زيت كده، مش كتير قوي يعني، ربع كوبايه زيت. ونزلت بالملح برضو. قلبتهم كويس كده، وهنزل بشويه كركم كمان عشان يدوا الفراخ لون كده، مش اكتر. كذا يعني طريقة شوي الفراخ دي بكذا طريقة، مش طريقة واحدة ابدا، لا انا بعرف اشوي الفراخ بكذا طريقة وبيطلعوا كلهم حلوين قوي. بس المرة دي ما كنتش عايزة اعملها بطماطم علشان ما تبقاش تقيلة. حطيت معلقة صلصة، معلقة واحدة زي ما انتوا شايفين كده، مش اكتر من كده. وحطيت بقى ايه كمان، حطيت فصين توم. انتوا عارفين اللي انا بقشر التوم بقطعه نصين كده، فده فصين توم. تصدقوا ان انا وانا بسجل كده ما شفتش الملح وانا بحطه، لكن انا كنت حاطه ملح، مش فاكره بقى انا لسه هحطه ولا حطيته، بس هي كانت فيها ملح يعني.
لو لسه هحطه ماشي، مش عارفة بقى. هنا بقى هرسة التوم بقى، بهرسة التوم دي حلوة قوي وعملية قوي في مطبخك، الواحد ما يقدرش يستغنى عنها خالص. تمام. حطيت بقى شوية روزميري، روزميري مش زعتر، روزميري اللي هو بيكون حباته يعني بيكون طويل كده ومطول شوية. لو انتوا شفتوني وانا بحط الملح قولولي والله انا ما شفتش نفسي خالص. تمام، لكن هي كان فيها ملح. ونزلت بقى بالفراخ كده وقعدت ادعكها بايديا في التتبيله دي. هي طبعا فرخه بكل حوايجها وكده والحاجات بتاعتها يعني، لكن انا كنت سايبه حاجه بسيطه خالص علشان احطها على الباميه، لان هعمل معاكم طواجن باميه. تمام. وسبت الكبده علشان هعمل بها مكرونه. هنا بقى دعكت الفراخ في بعضها كده وركنتها على جنب، ودخلت بقى على طول اعمل الباميه. حطيت بقى حله على النار فيها شويه زيت، ونزلت ببصلايه مقطعاها. سيبكم من الحنه اللي محطوط على ايدي دي، انا ساعات بقعد ارسم كده يعني ملهاش اي 60 لازمه والله اي، وهي حنه حمرا كده شكلها مقرف اصلا، شكل الدم وكده. حطيت بقى البصل على النار وقلبتها. طبعا انا مش هحط توم في دي اي، لاني انا التوم مش بحبه في كل الاكلات يعني، في اكلات بحط فيها توم واكلات لا. ونزلت بقى بالفراخ اللي كنت سايباها، كنت سايبه حتتين قطعتين فراخ كده، نزلت بيهم مع البصلايه اول ما دبلت كده، وفضلت اشوحهم بقى كده معاها مع البصلايه لحد ما خدوا صدمه زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بقى بمعلقه صلصه كمان، معلقه واحده صلصه. الجو حر واحنا مش متحملين اي حاجه اصلا، لو سبت اكل بره بيبقى عباره عن ساعتين والله بيبوظ. حطيت معلقه صلصه وقلبتهم كويس كده، وهنزل بقى بعصير طماطم يجي نص رتل كده على قد الاكل اللي انت هتعمليه كده. خلاص هزود كمان شويه طماطم، لقيتها محتاجه شويه صغيرين، قلت هحط لها كمان شويه بس كده. وبس كده هنزل بقى على طول بشويه ملح، شويه بهارات، وشويه فلفل اسود، وشوية بقى تشكيلة من اللي هي الكمون على الكزبرة على الفلفل على كل حاجة من التوابل دي. رحت العطار قلت له اعمل لي تشكيلة كده، فهو عملها لي. حطيت بقى منها كمان شوية كده، وبس كده هقلبهم كويس وانزل بالبامية بتاعتنا كنتش عارفة اقولها البامية دي يا جماعة ما تزعلوش مني، انا مش بحبها خالص 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 يعني. حتى في اخواتي قالوا لي ده جميله قوي ودوقيها وما اعرفش ايه، وجوزي قال لي انت بتعمليها حلوه قوي ازاي مش بتاكليها. قلت له انا مش عارفه، فمحدش يزعل مني، هي دي اذواق. وانا بصراحه حتى لما دقتها ما عرفتش، ما قدرتش اكل منها حاجه خالص، فيها اكلات كده مستحيل اعرف اكلها. تمام. فالباميه دي منهم دقتها والحمد لله دي اخر مره. طبعا سيلفي جه في الوقت ده قال لي اعملي عصير، على فكرة مش كان شاي بس وعصير، لا ده طلبوا شاي تاني وعملت له. فهو قال لي اعملي بقى عصير، فجبت طبعا بكون حاطه المانجا في الفريزر بتبقى مجمده، بقوم جايه شطفاها بالميه بالميه فعلا، كنت مفكره ان انا قلت حاجه غلط، بالميه. وبعد كده بقوم جايه مقشراها، بتتقشر سريع زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت بوريكم اللي انا بقشرها بايديا مش بسكينه ولا اي حاجه، وبتتقشر خالص. هقشر التانية بنفس الطريقه، بصوا سريعه ازاي. وهقطعها بقى، هتتقطع معايا قطع كده وكويسه خالص، غير لما بتكوني سايباها في التلاجة بس. سبت دي طبعا ما شلتهاش، قلت لا انا لسه هحط عليها البذره اللي هتطلع من المانجا. تمام. هنا بقى خلصت المانجا قطعتها بالطريقه دي. هتقطعيها بقى ما تسيبيش حاجه خالص، ما تسيبيش لحم في البذره دي. وبعد كده بقى تعملي عصير. عايزه اقول لكم بقى الناس الشغالين دول بيطلبوا شاي بعد الاكل، وبعد شويه بتعملوا لهم كمان شاي قولي ساعه كمان، وبعد كده بتقومي عامله لهم عصير وبعدين شاي، وبعدين بتنزلي بالغدا، وبعد الغدا شاي، وبعد الشاي عصير، وبعد العصير شاي، وبكده نكون خلصنا انا عملت كده. طبعا لو عندك حاجه ساقعه مثلا تنزليها كده، لكن انا كنت شايفه ان الجو الحر اللي احنا فيه ده عصير، ويكون عصير متلج كمان.
ضربت بقى بالخلاط، انتوا متخيلين بقى اللي كانت تقيلة على الخلاط. جبت بقى المعلقة كده وقلبت كويس وضربتها كمان شوية، وهقوم جاية مفضية في كوز تاني شوية كده اخفها علشان اعرف اضرب بقى شوية تانيين وهحلهم كمان شوية، واقوم في الاخر مدوباهم كلهم على بعض. تمام، هدوبهم بقى كلهم على بعض. في الاخر حطيت كمان شوية سكر وشوية مية، هضربهم بقى كويس وادوبهم على بعض بقى وانزل لهم بقى 3 كوبايات. هما 3 بسلفي يعني وكده. تمام، سلفي دي يعني اخو جوزي، عشان بس اللي هيتلخبط، في ناس ما تعرفش يعني ايه سلفي، لكن احنا هنا بنقوله سلفي، اللي هو اخو جوزي، انا بقوله عمي يعني. تمام، هنا نزلت لهم بقى العصير، اديته له، هو كان واقف يعني، اديت له العصير وحطيت بقى الباقي في التلاجة. انا كنت عامله حساب اللي هو بعد الغدا عشان يكون مره واحده، ما اعملش عصير تاني. وهنا بقى الباميه بتاعتي تكون استوت. انا زودتها شويه ميه يا جماعه، انتوا ما شفتوش، انا حطيت عليها شويه ميه وسبتها غلت كده، وهنقلها على العين التانية عشان اعمل معاكم المكرونه بقى، علشان هطلع اسوي الفراخ فوق، مش هسويها هنا، وهاخد الطواجن معايا. حطيت بقى شوية زيت وبصلاية ناعمة جدا، بصلاية صغيرة وناعمة جدا، وفص واحد توم. بس هو ايه، فص توم ده ماسك نفسه شوية، مفيش اكتر من كده. هتقلبيهم كويس، اول ما هياخدوا لون معاكي كده هتنزلي برضو بالصلصة. انا نزلت بالكبدة بتاعة الفراخ وشوحتها كده، وهنزل بقى بكيس صلصة من اللي هو الصغير ده. هو الكيس ده فيه معلقة، مفهوش اكتر من كده. بعد كده هنزل بعصير الطماطم اللي فاضل معايا، بس مصفياه كويس جدا علشان المكرونة ما يكونش فيها قشر طماطم ولا بذر. وحطيت بقى شوية ملح، وحطيت شوية فلفل وشوية كمون وشوية كزبرة وحاجات من دي. شايفين البساطة، مع ان الاكل ما شاء الله عليه كان جميل جدا. وبألف هنا وشفا اللي اكل حاجة. دلوقتي بقى ايه، وريتكم البامية ما شاء الله كان شكلها حلو قوي، ريحتها حلوة قوي، وطعمها حلو قوي للناس اللي بتحب الباميه. جوزي قال لي ما شاء الله حلوه قوي. تمام، وسلفي برضو، لكن انا والله يا جماعه دوقتها لقيت طعمها انا مش عارفه ابلعه. تمام، زي الملوخيه كده، انا مش بعرف اكلها، في حاجات كده ما بعرفش اكلها. تمام، اللي بيحب حاجه دي اذواق وانا مش غير البشر يعني، هو دي اذواق وخلاص. هنا بقى عملت الطواجن وغسلت، شفتوا الحله دي حطيت فيها شويه ميه كده، وزودت بقى الطواجن بالطريقة دي بس كده. هنا بقى سلقت، اللي حطيت مية تغلي بقى، وحطيت فيها معلقة ملح وشوية زيت، ونزلت بنص بقى كيلو مكرونة، مش اكتر من كده. سبته اول ما اتسلق معايا كده شلته من على النار، وحطيت بقى الصلصة تاخد بس لون، وصفيتها بقى وغسلتها كده، ونزلت بقى بالصلصة وقلبتها كويس. اول ما تقلبيها كويس هتقومي مهديه النار خالص خالص، يعني تسيبيها على الشعرة كده كأنك بتسوي رز. لو هتعملي حاجة جنبها تعمليها، بس تخلي بالك منها، هي مش هتاخد 10 دقايق لانها مسلوقة وكل حاجة مستوية يعني. تمام، هنا بقى كنا طلعت عند الفرن بوريكم الفراخ وهي في الفرن، واوريكم الطواجن. طبعا هي مش باينة قوي يعني، الطواجن حتى مش باينة قوي، لكن دلوقتي هنزل طواجن واوريها لكم. تفضلي بقى حطاها على نار هادية زي ما انتوا شايفين كده. كان الفرن يطفى من هنا، شايفين الطواجن بعد ما استوت جميلة ازاي، بألف هنا وشفا، بجد تحفة. والفراخ بقى بعد ما استوت ما شاء الله شكلها جميل قوي، بس تحسوا اللي هي كشت كده وانا يعني هاكل منها وهي في الفرن، هي كشت لوحدها. والطاجن ده كان لسه فاضله شوية، وبكده نكون خلصنا. تعالي بقى نرصوا بقى الغدا مع بعض. شايفين ولا ابسط من كده، وخلصنا الغدا بتاعنا، ولا تعب ولا مجهود. واي مواعين كانت بتتعفش ورايا وانا شغاله، بجد كنت ما بسيبهاش خالص علشان اطلع من المطبخ والمطبخ نضيف. شايفين المكرونه جميله ازاي، وبجد وحمرة وحلوه قوي، وطعمها تحفه. جربوا الحاجات دي بنفس الطريقه والله هتعجبكم قوي. والله طواجن الباميه بقى هتعجبكم قوي، لان ريحتها كانت تحفه قوي، ريحتها كانت حلوه فعلا. تمام،
وهوريكم بقى. طبعا هطلع بقى من الفراخ دي قطع، هحطها بقى للناس اللي هي شغالة دي، وبحط لهم شوية بصل كمان من الخلطة بتاعت الفراخ. كانت ريحتها تحفة قوي برضو وطعمها خيال. طبعا سويت رز على شعرية، سويته من غير ما تشوفوه، انتوا طبعا عارفين هو بيستوى ازاي. شايفين كل حباية سايبة التانية ازاي. وبس كده. هجيب بقى كيس شيبسي، افضي طبق معايا، طماطمية متقطعة، شوية مخلل. طبعا اللي هو شغال عندنا دول قالوا احنا عايزين بصلاية عشان عندهم برد، فقلت نحط لهم، نقطع بصلاية سوا ونحطها لهم. تمام. سيلفي قال لي قطعي بصلة، قطعتها بالطريقة دي، وجبت ليمونة وعصرتها عليها وشوية خل، وبس كده. وبألف هنا وشفا. ما تنسوش بقى لو وصلتوا معايا لغاية هنا تعملوا لي لايك وشير وكومنت حلو كده، واللي ما اشتركش معايا في القناة ينورني باشتراكه. وبجد بنبسط بأي حد بيدخل ينورني، وانتوا كلكم على دماغي من فوق. بحبكم في الله يا احلى متابعين في الدنيا. شايفين الغدا جميل ازاي؟ بألف هنا وشفا للي اكل حاجة من دي. تمام. وبكده نكون خلصنا، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة. سلام.